السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم. هذه كوزينه كما كتلاحظوا فيها الضاله ولكن مغطيه كما كتشوفوا. هانتوما هذه الضاله مغطيه. حنا حيدنا لا فاصاد ديال الرخام وحاولنا نديروا لو بوا وفي نفس الوقت الباب يطلع حتى للفوق. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم في الاخير. انتظرونا ان شاء الله ملي نكملوا لا فينيسيون ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك والتعليق ان شاء الله بحول الله باش يوصلكم الجديد فيما يخص النصائح المطابخ العصريه. يعني بالنسبه لهاد النصيحه الاولى اللي كنقول لكم هو اول حاجه هاد الضوء الني اللي عنده الضاله في الكوزينه يحاول هاد الضوء الني هذا يخرجوا 6 سنتيم باش البوا يجي تحت، وفي نفس الوقت ما يديرش الرخام في الباندا القداميه ولا ديال الجنب باش الكوزينه تغطى كامله باش ما تبانش بانه راه مضاليه ولا كاين الحيط. نتمنى هاد النقطه هذه تفيدكم. هضرت فيها في الفيديوهات الاخرين، حاولوا تستافدوا منهم كاملين الله يجازيكم باش ما تضيعوش فلوسكم. وفي نفس الوقت اللي بغى يصاوب شي كوزينه يعرف راسو اشنو باغي يصاوب وفي نفس الوقت ما يضيعش راسو. هذه هي النقط اللي مهمين. كما كتلاحظوا هذه الكوزينه هذه راني حاولنا ما يمكن عطيناها 90 في لاهوتور، قسمنا على 3 ولاهوط بوحدها وخرجنا واحد الكولون خاص بالتمويل. ها هو 2 بيبان، واحد للفوق واحد لتحت، والثلاجه 2 بيبان تيطلعوا حتى هما، وفي نفس الوقت عطينا اللاهوط 2 بيبان تيطلعوا. واتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا المجوره عطيناهم في الجنب ديال لابلاك، ولا بلاك كما كتلاحظوا هي محفوره بوحدها. كما كتشوفوا هي محفوره بوحدها مع الضاله. طبيعه الحال الرخام جالاكسي ولا فينيسيون ديالها كما كتشوفوه، والحيط ديال الجنب ها هو كما كنقولوا راه غطيناه. ها هو غطيناه باش ما يبانش. حاولنا نعطيوه حيت نتمنى يعني هذا البلان هذا تفهموه مزيان، حيت انه خدينا واحد الصندوق حاولنا نصغروه. هذا الصندوق ديال ليفي صغرناه على اساس باش نخرجوا البيبان ديال 30 في الجناب، وجينا حتى للكوان وعطيناه 2 بيبان ال شديناها بال15 شبكه. ها هي نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وانتظروا لا فينيسيون ديالها ان شاء الله عما قريب. تحياتي لكم جميعا، حياكم الله.